بسم الله الرحمن الرحيم. ليه احنا ممكن نشتري التونة لما ما احنا ممكن نعملها وموجود سمك التونة وتتعمل فريش بدون مواد حافظة، بدون ما تشتريها وتبقى موجودة عندك كده من ضمن التسويقات بتاعة الشهر. معانا كده أول حاجة المكونات: مية سخنة وجزراية كبيرة وبصلاية كبيرة وحوالي نص راس توم، والبهارات بابريكا، فلفل اسمر، حصى، وسبع بهارات وملح وكمون. دي البهارات بتاعتنا، وحوالي يعني كوباية صغيرة خل او نص كوباية كبيرة. دي المقادير دي انا عاملاهم ل3 كيلو سمك التونة. ممكن طبعا نعمل التونة بالماكريل، سمك الماكريل او سمك التونة المتاح بالنسبة لنا. طبعا بتبقى مش مكلفة خالص غير التونة اللي احنا بنشتريها جاهزة. دي بقى طبعا ميزة فيها ان هي بتبقى معمولة في البيت واحنا غاسلين السمك كويس، ومكونات كلها كده احنا اللي عاملينها في بيتنا. هنديها كده غلوة، وبعد كده هنحطها على الشعلة الصغيرة وهنوطي عليها النار وهنسيبها حوالي ساعة، من ساعة وربع لساعة ونص على نار. نسيت احط كمان 3 ليمونات كده قطعتهم بالمنظر دوت، وحطيتهم كده اثناء السوى. بعد ساعة ونص على نار يعني هادية جدا على الشعلة الصغيرة، وكنت موطية عليها استوت. وطبعا ما تقلقيش خالص من المدة اللي هي بتاعة السوى، بتطلع متماسكة زي ما حضراتكم كده شايفين. هنقشرها بالمنظر دوت، هنقشر الجلد ونشيل الشوك وننضفها كده خالص، وبعد كده هنحطها في اي وعاء او برطمان، او ممكن نحطها في حلة. المهم هنحطها في التلاجة. طبعا السائل اللي احنا سلقنا فيه هنصفيه وهنضيفه كده بالمنظر دوت، وهنحط في الاخر خالص نص كوباية زيت صغيرة، او نص كوباية زيت كبيرة او كوباية صغيرة. كده التونة بقت جاهزة معايا. هسيبها في السائل دوت لمدة 2-3 كده قبل ما نبدأ